قلت لصديقي هيركول بوارو والسيارة منطلقة بنا: أتحب أن تعرف ما يقوله أصدقاء مس باكلي عن حادث اختلال فرامل سيارتها؟ وقعدت على مسمعه ما حدثتني به مسز رايس في هذا الشأن، فقال: هذا أمر طريف حقا. إذن فمسز رايس تعتقد أن تاكي لفقت من مخيلتها هذا الادعاء عن اختلال فراملها. يجب أن لا ننسى على أي حال أن في الدنيا قوما يخترعون الأكاذيب عن أخطار استهدفوا لها ثم يرددونها مؤمنين بها. فقلت متسائلا: إذن فأنت تعتقد أن... فقاطعني: أن مس باكلي من هذا الطراز؟ كلا يا صديقي، أنسيت أي جهد كابدنا ونحن نحاول أن نقنعها بأنها مستهدفة للموت؟ إنما أصرت به إليك ميسيس رايس مقصود به صرفنا عن الاهتمام بهذا الموضوع. ثم ما الذي جعلها تبادر بطرق هذا الموضوع معك في حين أنك لم تتحدث إليها إلا دقائق معدودات؟ فقلت: الواقع أنني لا أدري كيف تطرق بنا الحديث إلى هذا. فرد: هذا غريب جدا، ومع ذلك فسوف أتخذ من حديث ميسيس رايس بداية للطريق الذي سوف أسلكه. فسألته: ما الذي جعلك يا بوارو تطلب من مس باكلي أن تأتي بإحدى قريباتها للإقامة معها؟ فأجاب: في هذه القضية التي نحن بصددها يا عزيزي هاستنز قاتل مجهول، لا نعرف من أي موضع سيوجه ضربته القادمة، والذي يهمني في هذا هو أن أحمي مس باكلي وأن أرد عنها أي اعتداء محتمل. وليس من المستساغ طبعا أن نقضي الليل ساهرين في مخدعها أو مرابطين ببابها، فوجود ابنة عمها في نفس المخدع قد يحول دون القاتل المجهول، لأنه يعرف أن ثمة في المخدع شاهدا سوف يرى. ومع ذلك فأنا قلق يا عزيزي هاستنز. فقلت: وما الذي يقلقك؟ إن قاتلنا المجهول على قدر كبير من الذكاء، ولست أدري أي خطة جهنمية سيحضرها بعد أن عرف أنني موجود في الفندق. فسألته: ولكن أن له أن يعرف؟ فأجاب: أتذكر المجلة التي كانت منشورة على المقعد في بيت الرعب؟ لقد ألقيت نظرة على الصفحة المفتوحة، فكانت فيها هذه العبارة: بين السائحين الذين نزلوا في فندق ماجستيك مستر هيركول بوارو والكابتن هاستنز، وما من أحد في الدنيا يجهل اسمي وشهرتي. فقلت باسما محاولا أن أستفزه: ما عدا مس باكلي طبعا، فإنها لم تسمع عنك أبدا. فقال: هذا لا يعني أنني لست دائع الصيد. إن القاتل يقول الآن في نفسه: ها هو ذا هيركول بوارو في الميدان، فما الذي جاء به؟ أتراه أتى صدفة أم أنه جاء في أعقابي؟ وأغلب ظني أنه يعتقد أنني إنما جئت لأكشف أمره. فقلت: وفي هذه الحالة سيتخذ الحيطة ويكون على حذر. فرد بوارو: تماما، ولكنه شخص جسور متهور، ولذلك أعتقد أنه سيبادر سريعا إلى توجيه ضربته التالية قبل أن يتاح لي الوقت لمزيد من التحريات. هذا هو الذي يثير انزعاجي، فإنها إن قتلت أصبح الطريق أمامي مسدودا، واستحال علي أن أنتزع منها ما أنا في حاجة إليه من المعلومات. فقلت: ولكن ما أدرك أن القاتل قرأ في المجلة نبأ نزولك في فندق ماجستيك؟ فرد بوارو: بل قرأ، فقد سألت مس باكلي عما إذا كانت قد اطلعت على المجلة، فأجابتني بأنها لم تقرأ فيها إلا أنباء الأرصاد الجوية.
فلماذا إذن كانت المجلة مفتوحة على الصفحة التي نشر فيها النبأ؟ فقلت: إذن فأنت تعتقد أن القاتل من أهل البيت؟ فأجاب بوارو: من أهل البيت أو ممن يسهل عليه أن يتسلل إليه، وأعتقد أنه مباح لأصدقاء تاكي أن يدخلوا ويخرجوا أن يشاءون. فقلت: وهل ترتاب في شخص معين؟ فرد: حتى الآن لا، وانتفاء الشكوك هو الذي يضفي الجرأة على تصرفاته، فإنك حين تتدبر الأمر يتبين لك أن ليس ثمة دافع يدعو إنسانا إلى قتل الفتاة والتخلص منها. إنها لا تملك إلا بيت الرعب، وهو مثقل بالرهن، فمن الذي يطمع في الاستيلاء على بيت غارق في الدين؟ إن من الحماقة أن يحاول ابن خالتها شارفيزا أن يزيحها من الطريق ليرث مثل هذا البيت، ومع ذلك فيجب أن أزوره وأتحدث إليه، فقد أخرج من حديثه بشيء مفيد. فقلت: وماذا عن ميسيس رايس، هذه المرأة الغامضة التي حاولت أن تقنعني بأن تاكي فتاة كذوب؟ فقال بوارو: إذن فقد أثار سلوكها ريبتك. فقلت: نعم، لماذا حاولت أن تصف صديقتها بالكذب والتلفيق؟ ما الهدف الذي ترمي إليه من وراء ذلك؟ أتراها تخشى أن تفضي إلينا الفتاة بشيء آخر له خطورته؟ أرادت أن تلقي في روعنا أنها كاذبة وأن علينا ألا نصدق ما تقول؟ أم أن حكاية الفرامل صحيحة وأن ميسيس رايس تعرف الفاعل وتريد أن تحميه؟ فمن يكون الفاعل ولما يهمها أن تتستر عليه؟ فقال بوارو: وهناك أيضا هذا الشاب الأشقر الوسيم مستر لازاروس، أي دور يقوم به هنا بسيارته الفارهة النفيسة وثروته الكبيرة؟ أله ضلع في هذه الاغتيالات؟ ولدينا أيضا الكابتن شالنجر. فقلت مقاطعا: لا، إن الكابتن شالنجر يبدو رجلا شريفا، فلنخرجه من نطاق شكوكنا. فقال بوارو: إني أقرك على هذا، فهو أجنبي عن البلاد ولا أعتقد أن له ضلعا فيما يحدث، ومع ذلك فإن تجاربي معك يا عزيزي هاستنز دلتني على أنك تخطئ عادة في آرائك. إن الصواب يجانبك دائما في تحليلاتك واستنتاجاتك، فدفاعك عن الكابتن شالنجر هو الذي أثار الآن ريبتي فيه، ولذلك استقر رأيي على أن أوليه عنايتي. فقلت وقد ثار بي الغضب: إنك تظلمني يا بوارو، إنني رجل جبت العالم وحنكتني التجارب، وأعتقد أن رجلا من طرازي لا يمكن أن... فقاطعني بوارو قائلا: أليس هذا الذي أمامنا هو جراج موتى الذي أصلحت فيه ميسيس باكلي خلل سيارتها؟ أرجوك أن تتوقف هنا، فإني أريد أن أتحدث إليه في هذا الشأن. وقال بوارو للرجل أنه يريد أن يستأجر سيارة يستخدمها في تنقلاته، وأن ميس باكلي هي التي زكته لديه وأطرت براعته في إصلاح العطب الذي أصاب فرامل سيارتها. وهكذا عرف بوارو كيف يستدرج الرجل إلى الحديث، فقد أفاض في حديث فني لم أفقه منه إلا القليل، ولكني خرجت منه بأن يدا عبثت بالسيارة فأفسدت فراملها، وأن هذا العبث كان سهلا جدا ولا يستغرق إلا وقتا قصيرا. ثم قال لي بوارو وقد غادرنا الجراج: إذن فلم تكن صاحبتنا تاكي ملفقة أو واهمة في حديثها عن تلف الفرامل كما زعمت ميسيس رايس، وكان لازاريوس مخطئا حين أكد لها أن الفرامل كانت سليمة. ثم قال: والآن اذهب بنا إلى مكتب البريد لأبعث ببرقية. فتساءلت: أية برقية؟ فأجاب: مجرد خاطر طاف برأسي. وحرر بوارو البرقية ولم يتنازل بإطلاعي عليها،
وتركني أتميز غيظا. وقال لي بوارو وقد رجعنا إلى الفندق: مما يؤسف له أن غدا الأحد، فلا بد أن ننتظر إلى يوم الاثنين قبل أن نلتقي بالمحامي شارل فيزا في مكتبه. فقلت: ولم لا تزوره في بيته؟ فأجاب: لأنني أريد أن أراه على سجيته كمحام يمارس مهنته. ثم قال: كما أنني أريد أن أوجه إليه سؤالا بسيطا دون أن أثير ريبته، وعلى إجابته يتوقف حكمي عليه. فإذا كان من عادة مستر فيزا أن يكون موجودا في مكتبه الساعة 12:30، فمعنى ذلك أن لا شأن له بالرصاصة التي أطلقت على مس باكلي في حديقة الفندق. فقلت له: وهل تنوي أيضا أن تتحرى عن مكان وجود أصدقاء تاكي الثلاثة ساعة إطلاق الرصاص عليها؟ فرد بوارو: إنها مهمة عسيرة يا عزيزي هاستنز، فإن كل منهم يستطيع أن يتسلل من بين صاحبيه دقائق معدودات فيطلق الرصاص ثم يعود إليهم دون أن يفطن أحد أنه تغيب عنهم. فعقبت: إنك على حق في هذا. ثم قال بوارو: وثمة شيء آخر، إننا لا نعرف حتى اللحظة جميع الأشخاص المشتبه فيهم، فالوصيفة إيلين وزوجها يمكن أن يكون أحدهما هو الذي أطلق النار، وكذلك الشأن بالنسبة إلى ساكن السلاملك أو زوجته، فكل منهما يمكن أن يكون محلا للاشتباه. ثم غرق بوارو برهة في خواطره وقال: إنه لا يخيل إلي أن مس باكلي تكتم عني شيئا، ومن العسير علي أن أهتدي إلى طريقي إذا ظلت غامضة. فقلت: أعتقد أنها تتستر على شخص ما. فهز بوارو رأسه سلبا وقال: كلا، فحتى اللحظة خرجت من أحاديثي معها بانطباع واضح، هو أنها كانت صريحة معي إلى أبعد الحدود، ولكن يداخلني إحساس بأن ثمة أمورا لم تشر إليها لاعتقادها بأن لا شأن لها بالاعتداءات، ولكم أتمنى أن أعرف ما تخفيه. فقلت: والآن ما هي خطتك؟ فابتسم بوارو ابتسامة شاردة وقال: يجب أن أعترف يا عزيزي هاستنز أن هيركول العظيم لا يزال حتى اللحظة تائها غارقا في الظلام. في تلك الليلة أقيم حفل راقص في فندق ماجستيك، وبدت مس باكلي وسط أصحابها مرحة ضاحكة ترتدي ثوبا يكشف عن كتفيها حتى لقد بدت كالزهرة الناضرة التي يفوح منها عطر يسكر القلوب. وقلت وأنا أتأملها بنظرة إعجاب: يا لها من فتاة تفيض سحرا وجاذبية. وقال بوارو: إنها على نقيض صاحبتها ميسيس رايس التي تسرف في التجميل إلى درجة تثير التقزز. فقلت: ومع ذلك فلها فتنتها الخاصة، فتنة الغموض، فلا أحد يدري إن كانت سعيدة أم حزينة يائسة، وهل هي امرأة جادة رزينة أم مستهترة عابثة، ولهذا الغموض سحره دون شك. فجأة ولشدة دهشتي رأيت بوارو ينهض واقفا ويتجه إلى ميسيس رايس، فحدوت حدوه ومشيت في أعقابه. كانت ميسيس رايس تراقص لازاريوس، ثم ذهبا إلى مائدتهما على أن لازاريوس لم يلبث إلا أن غادر مقعده ومضى إلى البار، وبقيت ميسيس رايس وحدها. وقال لها بوارو: أتسمحين لي بالجلوس لحظة يا سيدتي؟ إن لي معك كلمة قصيرة قبل أن يعود صديقك. فأجابت في صوت شارد النبرات: إني مصغية إليك، فما الذي لديك؟ فقال: يخيل لي يا سيدتي أن صديقتك مس باكلي غافلة عن الأخطار التي تحدق بها. لقد حدثت اليوم محاولة لاغتيالها. فردت:
ما هذا الذي تقول؟ فقال بوارو: لقد أطلق أحدهم عليها الرصاص في حديقة الفندق. ثم لاحت على شفتيها ابتسامة ساخرة وقالت: أهي تاكي التي حدثتك بهذا؟ ألا تعرف أنها تعيش في الأوهام والخيالات؟ فأجاب بوارو: بل رأيت الحادث بنفسي يا سيدتي، وهذه هي الرصاصة. ثم بسط إليها يده والرصاصة في راحته، فقالت: في هذه الحالة، فقال بوارو مقاطعا لها: إن مس باكلي لم تخترق الأحداث التي ترددها، ولكن أسمعت يا ترى بما تردده؟ لا أظن أنك عرفت بما جرى، فإنك فيما بلغني لم تصلي إلا بالأمس، فإنك كنت مقيمة عند أصدقاء لي في تافيستوك. سألها: يسعدني أن تذكري لي أسماءهم. فبدت الدهشة في قسمات وجهها وقالت: ولم تريد أن تعرف أسماءهم؟ ثم ارتسمت في وجه بوارو أمارات السذاجة وقال: أسألك المعذرة يا سيدتي، إذ يبدو لي أنني أسأت التعبير. لقد أردت أن أقول أن لي أصدقاء في تافيستوك يدعون آل بوكانان، وقد حسبت أنك تعرفينهم. فقالت: لا أذكر أنني قابلت أحدا بهذا الاسم. ثم عاد بوارو إلى مواصلة حديثه عن محاولة الاعتداء على مس باكلي. فتساءلت ميسيس رايس: ولكن من الذي أطلق الرصاص على تاكي؟ وما هو الدافع؟ فرد بوارو: الإجابة على هذا السؤال مستحيلة في هذا الوقت، ولكن لابد لي من اكتشاف الحقيقة. إنني شرطي سري يا سيدتي، وأدعى هيركول بوارو. فتطلعت إليه في دهشة وقالت: بوارو الدائع الصيد. فرد: شكرا لك يا سيدتي على هذا الإثراء. ثم قالت: ولكن ما الذي تريده مني؟ فرد بوارو: ما أرجوه منك هو أن تسهري على حياة صديقتك. فردت: بكل ارتياح، إنها أعز صديقاتي. فشكرها بوارو ورجعنا إلى مائدتنا. ثم قلت له: ألا ترى يا عزيزي بوارو أنك بهذه الخطوة كشفت نفسك؟ فأجاب: وما عساي أستطيع أن أفعل سوى هذا؟ إن نجاة مس باكلي هو الذي يهمني في المقام الأول، وأن أجنب الأخطار مهما كان الثمن. ثم قال: وقد خرجت من هذا الحديث بشيء آخر. إن ميسيس رايس لم تكن مقيمة في تافيستوك، كانت عيناها تنطقان بالكذب. فأين كانت يا ترى خلال الأيام الماضية؟ تلك مشكلة جديدة لا بد من إماطة اللثام عنها. ثم قال: انظر، هذا هو لازاريوس، ولقد رجع إلى صديقته، وها هي دي تحدثه بما دار بيننا. إنها تتطلع الآن إلى ناحيتي، وها هو يلتفت إلينا، ولا شك أنهما الآن يتحدثان عني. توقفت الموسيقى، وارتد الراقصون والراقصات إلى موائدهم، وأقبلت علينا ميس باكلي وهي تقول في مرح: إنني الآن أرقص على حافة الهاوية كما يقولون في الأمثال. فقال لها بوارو: لعلك تنشدين الإثارة. فأجابت: ولم لا، إن الحياة مملة رتيبة. ثم انصرفت عنا إلى أصحابها، فقلت: إنه لتعبير يروقني، الرقص على حافة الهاوية، وهو أيضا مطابق للواقع. لكم أتمنى أن أراها أشد حيطة وحذر. كان اليوم التالي هو الأحد، وكنا جالسين في شرفة الفندق نطالع الصحف ونتبادل الحديث. وفجأة وقد شارفت الساعة على 11، نهض بوارو واقفا وهو يقول: هيا بنا، إني أريد أن أقوم بمغامرة صغيرة. فقد غادرت ميسيس رايس الفندق وفي صحبتها لازاريوس وميس باكلي، وأصبح الميدان أمامنا خاليا. فعبرنا الحديقة،
وخرجنا من باب جانبي خلفي، ومشينا في طريق متعرج حتى انتهينا إلى بيت الرعب. درنا خلف البيت وارتقينا الدرج المؤدي إلى الشرفة، وكان بابها مفتوحا. دخلنا منه إلى بهو البيت، ولم يتردد بوارو لحظة واحدة، بل أسرع يصعد الدرج إلى مخدع مس باكلي. ثم أخذ بوارو يفحص الغرفة ويتجول في أرجائها، وعندما فرغ من مهمته استدرنا خارجين. وفي منعطف السلم تنهى إلى أسماعنا صوت حركة في الطابق السفلي، فوقفنا في مكاننا، وعبر سياج السلم رأينا شبح رجل في عتمة البهو، وجاءنا صوته قائلا: من الذي هنا؟ من الذي في الطابق العلوي؟ ثم هبطنا إلى البهو، وقال الرجل متسائلا: من أنتما؟ وماذا تفعلان هنا؟ فرد بوارو: قل لي أنك طبعا مستر كروفت. فرد: نعم، إنني مستر كروفت، ولكن من تكون أنت؟ فأجابه بوارو: يحسن بنا أولا أن نجلس لنتحدث قليلا. ومضينا إلى قاعة الاستقبال، واستهل صديقي الحديث بقوله: اسمح لي أولا أن أقدم إليك نفسي، إنني هيركول بوارو. فأشرق وجه الرجل الغريب وهتف: الشرطي الشهير، لقد قرأت اسمك يا سيدي. فقطع بوارو متسائلا: ربما في مجلة سالو. فرد الرجل: كلا، بل قرأته في إحدى الصحف عقب حضوري مباشرة من أستراليا. فسأله بوارو: ولكن ما الذي جاء بك الآن إلى البيت؟ فأجاب الأسترالي: جئت أحمل إلى صديقتنا الصغيرة شيئا من الخيار والطماطم. إن البستاني رجل كسول، ولذلك توليت بنفسي زراعة جزء من الحديقة، فإنني مولع بفلاحة البساتين، وزوجتي تحب دائما أن تكون على علاقة طيبة بجيرانها، فأخبرتني بأن أهدي جارتنا مس باكلي شيئا مما زرعته. ثم قال: إذن فأنت هيركول بوارو، ما أسعدني بأن ألتقي بشرط شهير مثلك. إن زوجتي ستطير فرحا بلقائك يا سيدي. يجب أن تصحبني الآن لتتناول معنا قدحا من الشاي. إن زوجتي مقعدة مشلولة وسوف يسعدها أن تلتقي بك. فرد بوارو على الفور: وأنا أيضا يسعدني أن ألقاها. ثم قال الأسترالي متسائلا: والآن اسمح لي يا سيدي أن أسألك بدوري عن السبب في حضورك إلى هذا البيت. فأجابه بوارو باسما: السبب بسيط جدا، لقد أخبرتني مس باكلي أن اللوحة المعلقة فوق فراشها انقطع الخيط المشدودة إليه، فوقعت، فجئت لآخذ المقاسات لآتيها بخيط جديد من نوع متين. ترى هل حدثتك عن هذا الحادث يا مستر كروفت؟ فرد: نعم، حدثتني عن وقوع الصورة. ثم واصل حديثه قائلا: وبهذه المناسبة أعتقد أنني رأيتك بالأمس تمر أمام باب بيتنا، أليس كذلك؟ فرد بوارو: تماما، وأنا أيضا رأيتك وأنت منهمك في حديقتك. والتفت إلي بوارو قائلا: هل أخذت المقاسات بدقة يا عزيزي هاستنز؟ فأومأت برأسي إيجابا، وقال مستر كروفت: والآن هيا بنا لأقدمك إلى زوجتي. وفي الطريق إلى السلاملك الذي يسكنه مستر كروفت وزوجته، حدثنا الرجل عن نفسه، فقال أنه كان موفقا في عمله وجمع ثروة كبيرة، وأنه يملك مزرعة في أستراليا بالقرب من مالبورون. ثم استطرد: وقد رأينا بأن نقوم برحلة نطوف بها أرجاء أوروبا، وقد زرنا إيطاليا وفرنسا، ثم استقر بنا المقام في إنجلترا لنبحث عن أقارب لزوجتي كانوا يعيشون في هذه المنطقة، بيد أن جهودنا ذهبت هباء، إذ لم نعثر حتى الآن على أي أثر لهم. وقد حدث لسوء الحظ ونحن في إيطاليا أن أصيبت زوجتي إصابة بالغة في إحدى مصادمات السكك الحديدية، ففقدت القدرة على المشي. فرد بوارو بكلمات المواساة:
ثم تابع الرجل حديثه: وقد رأت زوجتي بعد هذا الحادث أن نبقى في إنجلترا، فاخترنا هذا المكان لهدوئه وبعده عن ضجة المدن الصاخبة. وكنا ونحن نتبادل الحديث قد أشرفنا على السلام لك، فجمع الرجل قبضتيه وأدناهما من فمه وأطلق صفيرا على الطريقة الأسترالية، ثم ما لبثنا أن سمعنا نفس الصفير المنغم يصدر من البيت ردا على ندائه. وقال الأسترالي يعلل ما فعل: إنني أحب دائما أن أخبر زوجتي بقدومي حتى لا تتفاجأ بظهوري أمامها، فإن أعصابها مضطربة مرهفة منذ هذا الحادث. ثم فتح الرجل باب البيت وقادنا إلى قاعة الاستقبال، وكانت زوجته جالسة على أريكة في صدر المكان، فقال لها زوجها: هل تدرين من الذي جئت به معي؟ إني أراهنك على 100 جنيه إنك لن تعرفي. إنه هيركيول بوارو، الشرطي السري العبقري. تصوري أن يزور بيتنا مثل هذا الرجل العظيم. فهتفت المرأة: يا لها من مفاجأة، إنني معجبة بك يا سيدي أشد الإعجاب، فمنذ إصابتي وأنا عاكفة على قراءة القصص البوليسية، وقد اطلعت على جميع مغامراتك، وكان لغز القطار الأزرق آخر كتاب قرأته عنك. ثم تحولت إلى زوجها قائلة: عزيزي، أطلب من إيديث أن تعد الشاي. وهرع مستر كروفت إلى خارج القاعة، وتابعت زوجته الحديث قائلة: إن إيديث بمثابة ممرضة لي، فهي تحضر كل صباح لتساعدني على تغيير ثيابي وترجيل شعري، وتنسق البيت ثم تنصرف إلى حالها، فإنني أكره الخدم الدائمين، وزوجي لحسن الحظ يجيد الطهي ويحسن فلاحة الحديقة، وفي هذا طبعا ما يشغل به وقت فراغه. وعاد كروفت بعد لحظات يحمل صينية الشاي وأخذ يصب الأقداح. وقالت ميسيس كروفت: هل تقيم هنا يا مستر بوارو؟ فأجاب: لقد جئت أمضي 1 أيام على سبيل الاستجمام، وقد نزلت في فندق ماجستيك. فقالت: لقد قرأت في الصحف أنك تقاعدت واعتزلت العمل. فرد بوارو باسما: لا تصدقي دائما يا سيدتي كل ما تقرأينه في الصحف. إذن فما زلت تمارس مهنتك. فقال بوارو: عندما أجد أمرا يدعو إلى تدخلي. فقالت المرأة في بساطة أثارت رثائي وعطفي عليها: لا يمكنك يا مستر بوارو أن تتصور كم أنا سعيدة بأن شرفتنا بهذه الزيارة. ثم قال زوجها: إن سقوط صورة مس باكلي فوق فراشها كان جديرا بأن يؤدي إلى كارثة، لولا أنها كانت قد زيلت الفراش لحظة وقوع اللوحة. فعقبت زوجته: لو أنها وقعت فوقها لقتلتها في الحال. مسكينة هذه الفتاة، إنها تعيش في وحدة مضنية، وجيرانها لا يميلون إليها بسبب الحياة المرحة المنطلقة التي تعيشها، ولكن يجب أن يلتمسوا لها عذرا، فذلك طابع الجيل الجديد، الانطلاق والتحرر من كل قيد. ثم قال بوارو: إني لا أتساءل عما إذا كان ابن خالتها شارفيزا المحامي لم يسألها أن تتزوجها. فأجابت زوجة كروفت: إنه مجنون بها، ولكنها ترفض أن تتزوج رجلا ريفيا، ثم إنه يكبرها سنا بعدة أعوام، ولعلها تفضل الكابتن شالينجر. أعتقد أنها واقعة تحت تأثير صديقتها ميسيس رايس، وتحاول أن تحاكيها في تحررها وانطلاقها. إنني أرثي لهذه الفتاة وأشعر بالعطف عليها. ثم نهض مستر كروفت فجأة وقال مقاطعا: حسبك يا عزيزتي، ولا داعي لأن نقحم أنفسنا في مثل هذه الأشياء. ثم تناول ألبوما كان فوق إحدى الموائد الجانبية وقال: أتحب يا مستر بوارو أن تشاهد مجموعة صور الأسترالية؟ فرغنا من مشاهدة الصور،
وانصرفنا. ثم قال لي بوارو: ما رأيك؟ فأجبت: زوجان لطيفان ودودان. فرد بوارو: إنه يبالغ في إضفاء الطابع الأسترالي على نفسه. هذا الصفير الأسترالي الناغم الذي نبه زوجته إلى حضوره، ومجموعة الصور الأسترالية. ثم تابع بوارو وهو شارد الفكر: إني خائف يا عزيزي هاستنز، خائف جدا. وفي صباح يوم الاثنين دخلت على بوارو مخدعه وهو يتناول فطوره، فناولني ظرفا وهو يقول: هل لك يا عزيزي هاستنز أن تحمل هذا الخطاب على الفور إلى ميس باكلي؟ ولم أحاول أن أستفسر منه عن مضمون الرسالة، ولم يشأ هو من ناحيته أن يكاشفني بشيء. وحين رجعت من مهمتي وجدته لا زال جالسا في غرفته، قد استغرقه التفكير. إن هي إلا لحظات حضرنا جرس الهاتف في غرفتنا، وأبلغنا كاتب الاستعلامات أن مس باكلي تريد أن تقابل مستر بوارو، فأمر بوارو بأن تصعد إلينا. وأقبلت علينا الفتاة على عهدها باسمة مشرقة، ثم دفعت إلى بوارو ببرقية وهي تقول: لقد ردت ماجي بالموافقة، وكان هذا نص البرقية: سأحضر اليوم في 5:15 ماجي. ثم قالت: لعلك راض الآن، فإن حارستي وشيكة بأن تحضر، ولكن يجب أن تدرك بأن ماجي فتاة بسيطة سليمة الطوية، وليست على ذكاء يؤهلها لمهام الحراسة. إن فريدي بطبيعة الحال خير منها 1000 مرة، وكذلك لازاريوس. فسألها بوارو: وماذا عن الكابتن شالينجر؟ فأجابت: جورج إنه بطيء التفكير، لا يفطن إلى شيء إلا إذا نبهناه، ولكنه حين يرى يثور ويقلب الدنيا رأسا على عقب. ثم قالت: لقد أصدرت تعليماتي بأن يدخل الرجل الذي حدثني عنه بمجرد حضوره، ولكن ما الذي ينوي أن يفعله يا ترى؟ هل سيخبئ في المكان ديكتافونا مثلا؟ فرد بوارو: كلا يا آنسة، إنني لا أستعمل في عملي الأجهزة العلمية، كل ما هنالك أن هناك شيئا معينا أريد أن أعرفه. ثم تطلعت تاكي من النافذة وقالت في شرود: لقد كنت أحسبني شجاعة، ولكن لا أكتمك أنني خائفة. فقال بوارو: ولكنك شجاعة يا عزيزتي، إنني أنا وهاستنز معجبان جدا بشجاعتك. فقلت في حماس وانفعال: هذا صحيح، إنك جديرة بكل إعجاب. فهزت ميس باكلي رأسها نفيا وقالت: الشيء الذي يزعجني هو أن هناك خطرا يتربص بي، وأنني لا أعرف من أي ناحية أو كيف أتقيه. فقال لها بوارو: وهذا يؤدي بك إلى توتر الأعصاب. فقالت: تماما. تصور أنني بالأمس قبل أن أنام أغلقت النافذة وتطلعت تحت الفراش وفتحت الخزانة أنظر فيها خشية أن يكون بداخلها شخص مختبئ. إن أعصابي وشيكة بأن تنهار. وبعد سكتة قصيرة عادت مس باكلي تقول: لعل هذا الضغط على الأعصاب هو سمة العصر الحديث كما تردد الصحف دائما. قال لها بوارو ضاحكا: وأنت غارقة في حياة العصر الحديث. ثم قال وهو يتطلع إليها: إنك يا آنسة لست صريحة معي، إنك تخفين عني شيئا. فقالت: أنا أبدا لا شيء لدي لأخفيه. فقال: ولكنك لم تكاشفيني بكل ما لديك. فقالت: بل رويت لك كل شيء عن الاعتداءات التي تعرضت لها. فقال بوارو: ولكنك كتمت مشاعر قلبك.
فتطلعت إليه تاكي في دهشة وقالت: ألا ترى أنك بهذا السؤال تتدخل في شؤوني الخاصة؟ فهتف بوارو في نبرة انتصار: هذا اعتراف منك بأن لقلبك سرا يطويه. وصمتت مس باكلي برهة ثم أردفت: الواقع يا مستر بوارو أنني صارحتك بكل ما في نفسي، ولم أخفي عنك شيئا، على أن الشيء الذي يعذبني هو تلك الشكوك التي تفترسني. فإنني لست من الغباء بحيث يغيب عني أن هذه الأحداث لابد أن تكون من تدبير شخص قريب مني، قريب جدا، شخص يعيش معي ويختلط بي، ولا تغيب عنه خافية من حركاتي وسكناتي. وهذا هو الذي يؤرق ليالي ويكاد يصيبني بالجنون. واقتربت مرة أخرى من النافذة وسرحت ببصرها بعيدا إلى الأفق، ثم استدارت إلينا فجأة وقالت: إنني أحب بيت الرعب، ولا يطوف بخاطري أبدا أن أتخلى عنه، ولكن هذه الأحداث العجيبة هزت مشاعري وزعزعتها. فقال لها بوارو: هوني عليك يا فتاتي، فإن الاستغراق في مثل هذه الخواطر قد يؤدي بك إلى انهيار عصبي. فقالت: إن صديقتي فريدي تحذرني دائما من هذا، وقد قالت لي أنني في بعض الأحيان كنت أصاب بنوبات من الانهيار، فأروي قصصا مختلفة ابتدعتها من مخيلتي وأؤكد أنها وقعت لي. ثم سألها بوارو: ترى هل عرض عليك أحد أن يشتري منك بيت الرعب؟ فردت: حتى الآن لم يعرض علي أحد شراء البيت، ولو حدث هذا لرفضت، إلا طبعا إذا كان الثمن مغريا. فقال بوارو: هذا مفهوم. ثم اتجهت تاكي إلى الباب ترغب في الانصراف، ولكنها استدارت إلينا قائلة: ستقام الليلة حفلة ألعاب نارية، فلم لا تتناول العشاء معنا ثم نشاهد الصواريخ معا؟ فأجاب بوارو: بكل سرور، إنه لا يسعدني أن ألبي دعوتك. ثم غمغم بوارو وهو يشيعها ببصره: يا لها من فتاة مسكينة. ثم قال: والآن هيا بنا، فإن لدي زيارة لابد من إنجازها. ومضينا إلى مكتب شارل فيزا المحامي ابن عم مس باكلي، وإن هي إلا دقائق حتى كنا في مكتبه. قدم بوارو إلى المحامي مشروع عقد كان قد أعده من قبل خصيصا لهذه الزيارة، وهو يقول: لقد جئت أستشيرك بشأن هذا العقد، فإنني أجنبي عن البلاد، وقد يغيب عني معنى بعض الاصطلاحات القانونية. فألقى شارل فيزا نظرة سريعة على نصوص العقد، وأبدى بعض الملاحظات، ثم تساءل: ولكن من الذي أرشدك إليه؟ فأجاب بوارو دون ذرة من التردد: إنها مس باكلي، إنها فتاة لطيفة، وحين رأت حيرتي أمام هذا العقد نصحتني بأن ألجأ إليك، وقد جئت إلى مكتبك يوم السبت في الساعة 12:15 فوجدتك متغيبا. فأجاب المحامي: هذا صحيح، فقد انصرفت يوم السبت مبكرا على خلاف عادتي. وهذا ما كان بوارو يريد أن يعرفه. كان يريد أن يعرف ما إذا كان شارل فيزا موجودا في مكتبه ساعة إطلاق الرصاص على مس باكلي أم كان متغيبا عنه. ثم استمر بوارو قائلا: لابد أن مس باكلي تشعر بالوحشة وهي تقيم في هذا البيت، فقد فهمت أنه بيت كبير واسع الأرجاء. فأمن على هذا فيزا بقوله: هذا صحيح. وسأله بوارو: ترى هل ترضى مس باكلي بأن تبيع هذا البيت؟ فرد المحامي فيزا: لا أظن، إنها متشبتة به. ثم قال بوارو:
إنني لم أوجه إليك هذا السؤال بدافع من الفضول، إذ الواقع أن البيت راق لي وجو سالو يلائمني. فهل تعتقد أن ابنة خالتك ترضى بأن تبيعه لي إذا ما عرضت عليها ثمنا كبيرا مغريا؟ فهز شارل فيزا رأسه في حزم وأجاب: لا أحسبها ترضى بأن تفرط فيه، فإنها شديدة الاعتزاز به كثرات عائلي. إن تشبثها بهذا البيت يرقى إلى مرتبة التعصب الجنوني. وحين انصرفنا من مكتب المحامي قال لي بوارو: ثمة شيء أثار انتباهي في حديث شارل فيزا. فتساءلت: وما يكون هذا الشيء؟ بوارو: حين سألت مس باكلي عما إذا كانت ترضى بأن تبيع البيت، أجابت بأنها معتزة به، ولكن إذا عرض عليها ثمنا مغريا فإنها تقبل بأن تبيعه. أما شارل فيزا فأكد لنا أن من المستحيل أن ترضى ببيعه، وقال إن تشبثها بالبيت يرقى إلى مرتبة التعصب الجنوني. فأيهما أصدق؟ فعقبت: لابد أن أحدهما يكذب. فقال بوارو: وثمة شيء آخر. لقد كان شارل فيزا متغيبا عن مكتبه ساعة إطلاق الرصاص على مس باكلي. في ذلك المساء كنا وبوارو أول من وصل إلى البيت، واستقبلتنا مس باكلي وهي ترتدي روبا منزليا على الطراز الياباني. فابتدرتها قائلا: إنك في الحق لفتنة مجسمة. فقالت ضاحكة: إن فستاني لم يصل بعد. فسألتها: فستان السهرة طبعا. فأجابت: نعم، فهناك حفلة راقصة بعد الألعاب النارية. ثم قالت: هذا إذا صارت الأمور على ما يرى. فقلت: لا تسلمي نفسك إلى الهواجس يا مس باكلي، فالمثل يقول: اضحكي تضحك لك الدنيا. وتناهى إلى سمع أوقع أقدام من ناحية السلم الداخلي. فقالت تاكي: ها هي ماجي آتية. وقدمتنا إلى ابنة عمها ماجي التي أشار عليها بوارو بأن تستدعيها للإقامة معها. وقالت لها تاكي: اذهبي يا عزيزتي ماجي بضيوفي إلى قاعة الاستقبال ريثما أنجز بعض المهام العاجلة وأفرغ من ارتداء ثيابي. وبدت لي ماجي فتاة بسيطة سليمة الطوية من الطراز المنطوي الذي يغلب عليه الطابع الريفي، وكانت مرتدية ثوبا أسودا خال من البهرجة والزخارف. واستهلت ماجي الحديث معنا بأن قالت: لقد روت لي تاكي أحداثا غريبة وقعت لها ولا أكاد أصدقها، فما يدور بخاطري أبدا أن هناك من يريد أن يتخلص منها. إنها فتاة بريئة ولا يمكن أن أتصور أن لها أعداء. فقال لها بوارو في صوت هادئ النبرات: إن الواقع يتجاوز في بعض الأحيان ما يمكن أن يتصوره الخيال يا آنسة. ولبثت الفتاة صامتة كأنما تتدبر كلمات بوارو. وقلت: لقد برهنت ابنة عمك يا آنسة على أنها فتاة شجاعة، إذ أبت أن تغير عاداتها وأن تتخذ الحيطة الواجبة في مثل هذه الظروف. فعقبت مس ماجي على هذا بقولها: وما عساها تقبل غير هذا؟ إنها لا تملك أن تشك في أصدقائها، ولا يطاوعها قلبها أن تضعهم موضع الريبة. ثم انقطع الحديث بيننا عند دخول ميسيس رايس وفي أعقابها صديقها لازاريوس الوسيم. كانت فريدي مرتدية ثوبا من الشيفون الأزرق الشفاف الذي يبرز فتنتها، أما لازاريوس فكان على مألوف عادته مشرق الوجه تتلألأ زحنته بابتسامته الجذابة الساحرة. وجاءت مس باكلي في هذه اللحظة ترحب بهما، وكانت تلبس ثوبا أسود اللون، وقد أسدلت على منكبيها وحول عنقها شالا صينيا جميل التطريز من الصوف
ذا لون أحمر فاقع، وهتفت بنا بأسلوبها المرح الطليق: والآن أيها الأصدقاء أحسبكم في حاجة إلى قدح من الكوكتيل. وقال لها لازاريوس وهو يدني الكأس من شفتيه: يا له من شال جميل، إنه شال أثري فيما أعتقد. فأجابت تاكي: نعم، فقد جاء به جدي وهو عائد من إحدى رحلاته من بلاد الصين. ثم قال لازاريوس: إن تطريزه تحفة فنية، ولا أحسب أن له مثيلا في الأسواق. فردت تاكي: إنه من الصوف الخالص، فيبعث الدفء في أوصالي وأنا أشاهد الألعاب النارية، فضلا عن أن لونه الأحمر يكسر حتة لون فستاني الأسود، فإنني أمقت السواد. فقالت فريدي: الواقع أنني ما رأيتك أبدا ترتدين ثيابا سوداء، فما الذي طرأ عليك حتى غيرت ذوقك المألوف؟ فردت تاكي: ذاك سؤال تصعب الإجابة عليه، فلا يعرف المرء أبدا لما يروقه هذا اللون دون ذاك. وحان موعد العشاء، فقالت تاكي: أين جورج؟ أرجو على الأقل ألا يتخلف عن الحفل الراقص، فإنه فارس ملائم لماجي. ثم تناهى إلى أسماعنا هدير قوي صادر من خارج القاعة، فقال لازاريوس: يا لهذه الجلبة المزعجة، أظن أنه هدير محركات قوارب السباق. فردت تاكي معترضة: بل إنه هدير إحدى الطائرات المائية. فأرهف لازاريوس سمعه قليلا وقال: صدقت، فإن له دويا مختلفا عن صوت محركات القوارب. ثم أردف لازاريوس متسائلا: متى تنوين أن تشتري طائرتك السياحية التي تحلمين بها؟ فردت تاكي: عندما أدخر ثمنها. فقال لازاريوس: وهل تنوين بعد ذلك أن تطيري بها إلى أستراليا كما فعلت هذه الطيارة الإنجليزية المدعوة؟ لقد نسيت اسمها. فقالت تاكي: ليتني أستطيع أن أحدو حدوها. ثم قالت ميس رايس: الحق أنني معجبة بها أشد الإعجاب، لا شك أنها على قدر هائل من الشجاعة، وإلا لما قامت بمثل هذه الرحلة المحفوفة بالأخطار. ثم قال لازاريوس معقبا: إنني شديد الإعجاب بالطيارين بوجه عام، فإنهم يستهدفون للخطر في كل لحظة من حياتهم. فلو أن مايكل سيتون نجح في رحلته حول العالم، لأصبح دون شك بطل العصر الحديث. إن من سوء الطالع أنه مني بالفشل والإخفاق. ثم ردت مس باكلي تقول معترضة: وما أدرنا أنه فشل؟ لا دليل على ذلك حتى الآن. فرد لازاريوس: صدقت، فما زال هناك شيء من الأمل، ولكنه رجل مجنون دون شك. فقالت فريدي: لقد كانوا يلقبونه دائما سيتون المجنون، أليس كذلك؟ فأومأ لازاريوس برأسه قائلا: إنه ينحدر من أسرة عرفت بالخبل واختلال العقل، فعمه سير ماثيو سيتون مات في أحد المصحات العقلية. فتساءلت فريدي: أليس سير ماثيو هو ذلك المليونير المجنون الذي أوصى بثروته لإنفاقها على رعاية الطيور؟ فرد لازاريوس: هو بعينه، وقد اشترى إحدى الجزر وأخلاها من الناس وتركها مأوى للطيور الشاردة. إنه في الحق لمجنون كبير. ثم عادت تاكي تقول: على أي شيء تستندون في زعمكم أن سيتون لقي حتفه؟ وما أدراكم أنه ما زال حيا يرزق؟ فرد لازاريوس: معذرة يا تاكي، فقد غاب عني أنك تعرفينه. فأجابت: لقد التقيت به أنا وفريدي رايس في تركيا العام الماضي، وهو رجل في سلوكه شيء من الشذوذ، أليس كذلك يا فريدي؟ ولم هذا السؤال يا عزيزتي؟
لقد دعاك يوما إلى ركوب طائرته، ولعله حلق بك في السماء السابعة. فأجابت تاكي: نعم، في أوسكار بارو، وكانت رحلة شائقة ممتعة. ثم التفتت إلي ماجي تسألني: أسبق لك أن ركبت الطائرات يا كابتن هاستنز؟ وكان لابد أن أعترف بأن رحلاتي الجوية لم تتجاوز منطقة لندن. وأرهفت تاكي أذنها فجأة تتسمع، ثم هتفت: إن جرس الهاتف يدق، أرجوكم ابدأوا في تناول العشاء ولا تنتظرونني ريثما أرد على الهاتف، فقد تأخر بنا الوقت. وتطلعت في ساعتي فإذا بها 9 مساء، وشرعنا نتناول العشاء ونحن نتبادل الحديث، بينما ذهبت تاكي إلى داخل المنزل. وفي 9:03 ظهرت تاكي على عتبة القاعة وهتفت بنا: إذن هيا بنا إلى الحديقة، فها هي الفرقة الموسيقية قد وصلت. ونهضنا وقوفا لنشاهد الفرقة الموسيقية وهي تمشي في الحديقة في صفوف منتظمة، وأنغام موسيقاها تملأ الجو. ثم وقفت مس باكلي تتحدث إلى رئيس الفرقة وترحب به. ثم رأت ابن خالتها شارلفيزا المحامي قادما، فمالت إلى ناحيته تحييه. وخرجنا جميعا إلى الحديقة، وأخذت الفرقة الموسيقية تعزف أناشيدها. وفي الوقت ذاته بدأت حفلة الألعاب النارية، وأخذت الصواريخ تنطلق إلى السماء، ودويها يشق الجو شبيها بطلقات الرصاص. كان النسيم عليلا، وإن خالطه شيء من البرودة. وكانت ماجي جالسة بجانبي، فأخذت ترتعد قليلا، ثم غمغمت وهي تنتفض: الجو بارد، إني ذاهبة إلى البيت لآتي بمعطفي. فقالت تاكي: ابقي أنت وسآتيك أنا به. فردت ماجي: ولكنك لن تعثري عليه. ومضت ماجي متجهة إلى البيت. فنادتها فريدي رايس: ماجي، هل لك أن تحضري معطفي معك؟ فردت تاكي: إنها لم تسمعك، فدوي الألعاب النارية غطى على صوتك. سأتولى أنا إحضار معطفك. وانطلقت تاكي تعدو إلى البيت، وكانت صواريخ الألعاب النارية تشق طريقها إلى البيت. وحين تنفجر يهلل الحاضرون ويهتفون إعجابا بأنوارها المتلألئة المختلفة الألوان. وفجأة نهض بوارو واقفا وهو يقول: إن البرد قارس، والألعاب النارية لا تستهويني. فلم أعد بعد بالشاب اليافع، إني راجع إلى البيت. فقلت له: إني راجع معك. واتجهنا سويا ناحية البيت، وفيما كنا نعبر الحديقة، وحين أشرفنا على المنزل تسمرت قدماي في الأرض وهتفت: يا إلهي، ما هذا؟ فعلى بعد أمتار رأينا هيكل شخص طريحا على الأرض، وفي وهج صواريخ الألعاب النارية كان جسمه مغطى بشال صيني فاقع الإحمرار. فهتف بوارو في روع واضطراب: يا إلهي، لقد وقع ما كنت أخشى. وقفنا جامدين أمام الجثة المسجاة على الأرض، وقد صعقنا من هول المفاجأة المذهلة. وغمغم بوارو في صوت ينبض بالخوف والأسى: لقد وقع ما كنت أخشى. ألا لعنة الله علي، كان ينبغي أن أكون أشد حيطة وحذرا. كان ينبغي أن أسهر على حمايتها، ما كان ينبغي أبدا أن أتركها لحظة واحدة. مسكينة مس باكلي، أنا الذي قتلتها بإهمالي. فقلت: حسبك، ولا تلم نفسك، فقد فعلت كل ما في وسعك. ومال بوارو فوق الجثة وأزاح الشال الصيني الأحمر الذي ورثته تاكي عن جدها. فكانت تنتظرنا مفاجأة أخرى مذهلة، فلم تكن هذه تاكي، وإنما كانت جثة ابنة عمها ماجي. وفي هذه اللحظة
برزت مس باكلي على عتبة البيت وهي تهتف: معذرة يا ماجي، لقد تأخرت عليك. ولكن بطرت عبارتها حين أخذت عينيها المشهد الذي أمامها. أنا وبوارو منحنيان على الأرض فوق جثة عند أقدامنا، فأقبلت علينا تاكي راكضة وتطلعت إلى الوجه الذي تعلوه سمات الموت وصرخت: يا إلهي ماجي، هذا مستحيل مستحيل. وأردفت والرعب آخذ منها: هل هي ميتة؟ فرد بوارو: نعم، إنها ميتة يا آنسة. فردت: ولكن ما السبب؟ من الذي قتلها ولماذا يقتلونها؟ فأجابها بوارو: لقد قتلت خطأ يا مس باكلي. فردت: خطأ؟ ماذا تعني؟ فرد بوارو: كنت أنت المقصودة بالقتل. شالك الأحمر هو الذي خدع القاتل وضلله. وغطت تاكي وجهها بيديها حسرة وهتفت: يا إلهي، إذن فأنا السبب في مصرعها. أنا التي قتلت أعز صديقة لدي. وبدأت تترنح، وقبل أن تهوي إلى الأرض مغمى عليها كنت قد تلقيتها بين ذراعي. وقال لي بوارو: انقلها إلى البيت يا هاستنز واتصل بالشرطة، ثم ابق بجانب تاكي ولا تغفل عنها لحظة واحدة. ومضيت إلى الدار وأنا أسند مس باكلي إلى صدري وأجرها جرا، وأرقدتها على الأريكة في قاعة الاستقبال، ثم غادرت الغرفة لأبحث عن الهاتف. وفي الباو التقيت بالوصيفة إيلين، فتطلعت إلي في دهشة وذهول، وبوجهها تعبير غريب، وأخذت تلعق شفتيها بلسانها في اضطراب وغمغمت: أحدث شيء يا سيدي؟ فلم أحفل بالرد على سؤالها، وإنما قلت في اقتضاب: أين الهاتف؟ فقالت: ولكن ما الذي حدث؟ فقلت: لقد أصيب أحدهم بجرح، أين الهاتف؟ فقالت: ولكن من الذي جرح يا سيدي؟ فقلت: مس ماجي. فردت: مس ماجي؟ هل أنت متأكد يا سيدي من أن التي أصيبت هي مس ماجي؟ فقلت: متأكد طبعا، ولكن لما هذا السؤال؟ فردت: لا شيء لا شيء، لقد خطر لي أن التي جرحت سيدة أخرى، مسز رايس مثلا. وعدت أسألها عن الهاتف للمرة الثالثة، فأرشدتني إليه قائلة: إنه في هذه الغرفة يا سيدي. ولحقت بي إلى الغرفة، ولكن ابتدرتها بقولي: هذا كل شيء، شكرا لك. ثم استدارت مضطرة إلى الانصراف، بيد أنها قالت: إذا كنت في حاجة إلى الدكتور جراهام. فقاطعتها في اقتضاب: لست في حاجة إليه. واستدارت منصرفة على مهل، وكنت على يقين من أنها ترهف أذنيها محاولة أن تتسمع إلى حديث الهاتفي. واتصلت أولا بالدكتور جراهام الذي أشارت إليه إيلين، ثم اتصلت بالشرطة بعد ذلك. وعندما عدت إلى قاعة الاستقبال كانت تاكي قد بدأت تسترد وعيها، وكانت تحاول أن تنتصب جالسة. وقدمت إليها قدحا من الكونياك، فتجرعته دفعة واحدة، فسرى إليها الانتعاش وغمغمت تقول: هذا فظيع فظيع. فهونت عليها ببضع كلمات مواسية، ثم عادت تقول: ليتني كنت أنا التي قتلت، لو أن هذا حدث لانتهت متاعبي. ثم أخذت تنتحب وتبكي، وجسدها ينتفض لفرط انفعالها. وتناهت إلى أذني ضجة صادرة من الحديقة وصوت صراخات، فاقتربت من النافذة ورأيت المدعوين ملتفين حول الجثة، وبوارو يتوسطهم، كما رأيت 2 من رجال الشرطة قادمين. فاستدرت عن النافذة راجعا إلى جوار مس باكلي، فغمغمت تاكي في حزن وأسى: يا للفتاة المسكينة، لقد دعوتها لتلقى حتفها.
وران علينا صمت طويل لم نتبادل خلاله كلمة واحدة. وأخيرا فتح باب القاعة ودخل بوارو ويصحبه مفتش الشرطة وشخص آخر في ثياب مدنية تبينت على الفور أنه الدكتور جراهام. ثم أقبل على مس باكلي يجيبها ويقول لها: كيف حالك يا آنسة؟ هاتي يدك لأقيس نبضك. إنك شديدة الاضطراب والانفعال. ألم تعطها شيئا؟ فأجبت: لقد سقيتها قدحا من الكونياك. واقترب منها مفتش الشرطة وسألها: أيمكنك أن تجيبي على الأسئلة التي سأوجهها إليك؟ فقالت: نعم، فقد أفادني الكونياك ورد هدوئي. فقال المفتش: أقدم إليك تعازي أولا يا مس باكلي، فلا شك أن مصرع ابنة عمك صدمة كبيرة لك.